أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن تأثير اللغة التركية في اللهجة المصرية، ومن الظواهر الفريدة واللي أنا بلاقيها غريبة شوية اللي بقت من تأثير التركيز اللسان في أهل مصر اللي احتفظ بيه في العامية المصرية وصيغ النسب للبلد، واللي يتجلى ذلك في استعمال الكلمات المنتهية بلاحقة لي اللي تفيد في التركية معنيين: معنى النسب للبلد ومعنى صاحب أو ذو، وكلتاهما بمعنى الأخرى. وتبقت في العامية المصرية بأسلوب النسب التركي لاستخدامه للاحقة جي، بس اقتصر النسب باللاحقة لي على البلاد التركية. وطبعا احنا هنوضح لكم الكلام ده. في قياس في الألسنة التركية في الملاحظة تبين في الكلمات التالية: عثمان لي نسبة للدولة العثمانية، اسطنبول لي نسبة إلى اسطنبول، أزمير لي نسبة للأزمير، عنتب لي نسبة إلى عنتيب، خربط لي نسبة إلى الخربوط، مرعش لي نسبة إلى مرعش، منستر لي نسبة إلى منستر، شمر لي نسبة إلى شمر، أرندلي نسبة إلى أرندو أو الأرندي، نهر بأنطاكيا. ورغم إن كلمة أفيون اسم بلدة تركية بتزرع المخدر ده، فسمي باستعمالها الأنسب ليها على ألسنة أهل مصر. فمثلا ما كانش بيقول أفيون لي بس، هنلاقي إن الوصف في الحقيقة بيقول أفيونجي على ما سيجي. واستعمل اللاحقة لي في الوصف الكلمات التالية واللي نسقها: مثلا قتلي أو ذو صاحب القوة، أتيكتلي صاحب الأتيكيت، مجابتلي ذو الحب، مهبتلي ذو المهابة، شربتلي صاحب الشربات، فللي صاحب الفل، هلهلي ذو الضجيج. وتلاحظ ان اللاحقة لي اللي بشكل لو استخدمت في الكلمات اللي انقرضت، مثله سعدتلي صاحب السعادة، ورفعتلي صاحب الرفعة، وعزلتلي صاحب العزة، أي أن اللغة تصرفت بالترجمة اللاحقة بلو إلى صاحب. ومن المؤكد أن التعبيرات مثل صاحب الفضيلة أو صاحب السماحة أو صاحب العصمة كانت أصلا تركية، مثل فضتلي أو سمحتلي أو عصمتلي، ولكن الناس أثروا باستخدام الترجمة على الاقتراض. وتلاحظ بعد الكلمات المنتهية بحرف اللي جاءت في العربية موهومة أنها ذات أصل تركي، مثل سبهللي هي كلمة عربية محض، ويقال جاء سبهلالة أي بلا شيء. أما كلمة ترللي فهي تركية من الترللة، يعني جن بمعنى المجنونة، وبيفسر قول أمير الشعراء سارة شوقي أبا على في الزمان الترللي. وأما كلمة شاظلي فلعل أصلها شاذلي اللي تحولت بذالها إلى ذال مهملة، والشذا هو الأذى، والنسبة إلى شاذلي ثم تصير بشدلي ثم شاضلي. وأما الشاذلي فهي في المعجم البلدان إن شاذ معناها الفرح، فبالنسبة إليها بتعنى ذو الفرح. أما كلمة قليلي فلا أثر فيها في التركية لأنها نسبة إلى قلة المضاعفة باللام. ويأتي أخيرا استخدام اللاحقة بالجي في النسب إلى الحرفة، ومن أمثلة لها أهوجي ومكوجي وأموجي وترموجي وبلطجي وإبرسجي. ويأتي ذلك في الكلمات برونجي وكانجي وخرنجي، وهي تعني على الترتيب الأول والثاني والأخير. وتبقى كلمة عطشجي اللي تعني عند العامية اللي بيملى خزان القطار بالماء، وفي الواقع كلمة أتش ومعناها النار، والنسبة إليها أتش جي أي رجل النار أو الوقود. ولعل أصاب تلقي الكلمات بنطقها الصحيح فقربها الناطق إلى أشبه بالكلمات بها، واستقرت على المعنى الزائف والطريف. وكده انتهى الفيديو.